السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كويزين أب. اليوم عندنا على السريع وصفة بالمرقاز كما راكم تشوفوا، عجة المرقاز أو شطيطها مرقاز على السريع بطريقتي. راح نشوفوا كيفاش نديروها بسرعة. إذا أولا واش عندنا المرقاز. انت واش عندك، رطل ولا كيلو ولا على حسب العدد تاع الافراد العائله تاعك. عندنا حبه طماطم كبيره لاصوص، وعندنا حبيبه بصل صغيره مرابيه، عندنا فلفل احمر، قزبر مطحون يابس ناشف، عندنا كمون، كركم، وفلفل اسود، رند، وثوم بطبيعه الحال، وعندنا طماطم مصبره والملح. الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي نقليو المرقاز نتاعنا. نحطو في المقله ملعقه زيت، ما نقووش لخاطر نعرفوا المرقاز فيه ليدان. نحطو هكذا المرقاز تاعنا بهذا الشكل ونخلوه اذا هنا المرقاز تاعنا يتقلى مباشره لاصوص هنايا نديرو الوقت نديرو لاصوص تاعنا. اذا هنا نديو من هذا الزيت اللي تقلى منها المرقاز باش تجيني بنينه. نحط هنايا النجره تاعي ونضيفو البصل مباشره. البصل هو الاول، نديرو هنا البصل نخلوه يتقلى في هذيك لاصوص. نزيدو قليل ديال الصوص هنا باش تعطينا بنه لاصوص تاعنا بهذا الشكل. نخلي البصل يتقلى ونزيد نحرك المرقاز تاعي باش يطيب كامل مع الدجاج. يعني خلاص هو ما يديش وقت بزاف. وهنا البصل واش نديرو لاصوص، نضيفو الملح كي تقلانا البصل مليح. بعد ما يتقلى البصل مليح نضيفو الثوم تاعنا. هاهي ثوم مرابيه بهذا الشكل، نخلوها تزيد تتقلى معاه بهذه الطريقه. بعد ما تقلات لنا البصله والثوم بيان نضيفو الطماطم هكا ونضيفو لها التوابل كامل اللي درناهم مع بعض ونخلوها تقلى. نضيفو ملعقه ولا نصف ملعقه صغيره طماطم مصبره، غير شويه. اللي تبغي تستغنى عليها تستغنى عليها، الطماطم تاع الفحم بزاف عليه. اذا ها هي لاصوص تاعنا. هنا ضفت لها قليل من الحار مقطع صغير. اللي عندك هريسه ضيفي هريسه، ما عندكش ضيفي الحار الحار عادي. الفلفل هنا نضيف لها
قليل من الماء، غير شويه، باش هذيك المكونات تدخل كامل مع بعضها تتجانس. حوالي كأس ماء ولا نصف كأس، ونضيف لها قليل من المعدنوس ونخلوها تغلي. وهنا بعد ما تقات لاصوص واش نديرو؟ نجيبو قليل منها ونحطوه في المقلاة. المقلاة لازم تكون ما تلصقش باش نديرو الشكل النهائي تاع المرقاز تاعنا. وهنا كنت قطعت المرقاز تاعي بهذا الشكل، يعني انا محتاجاته هكذا. واش نديرو؟ ندير المقله هنا باش تبان بهذا الشكل. واش نديرو؟ نشكلوه على شكل زهره بهذا الشكل، ونروحوا معاه حتى نكملو كامل. اذا هنا بعد ما وزعت المرقاز تاعي بهذه الطريقه على شكل ورده ولا زهره، راح نجيب بيضات ونفصل الصفار عن البياض. يعني هذا كما راكم تشوفوا الصفار وحده راح نحطوه في الوسط. كيفاش نديرو هنا في الوسط فقط باش يشكل لي، ما خليهش يفوت مع الاطراف، باش يشكل لي الاخر تاع الورده نتاعي، تاع الزهره نتاعي بهذا الشكل. اذا هنا نزيد عليها شويه لاصوص باش ندرك بها هذيك بهذا الشكل منا. وهذاك البيض راح نوزعوه مع الاطراف. ما ننساش طبعا نزيدو شويه ملح قليل من الملح على الصفار مع البياض، نزيدو شويه ملح. اذا نسيي كيفاش نوزع كما قلنا البياض في الاطراف نتاع الورده هكذا كامل في الاطراف بهذه الطريقه، وخلوها نطلقوا عليها ونخلوها طيب. نضيفوا لها قليل من المعدنوس بهذا الشكل في الاطراف وخلوها طيب. نغلقوا عليها ونخلو هذاك البيض يطيب مليح، ومن بعد نرجعوا نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. اذا في الاخير ها هي عجة المرقاز تاعنا، جات رائعه بشكلها جديد. جربوها بهذه الطريقه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.